سعداء جدا أن نعقد المؤتمر الصحفي الثاني لحركة تمازج. تأتي الضرورة لإقامة هذا المؤتمر الصحفي لتوضيح موقف الحركة من المساعي الجارية الآن لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. تم تقسيم المؤتمر الصحفي إلى شقين. الشق الأول سنتحدث عن مساعي تشكيل الحكومة أو الضروريات التي تقتضيها المرحلة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وبالتأكيد يعني نعتبرها حكومة لكل السودان وليست خاصة بمنطقة معينة. والشق الثاني من المؤتمر الصحفي نتحدث عن الاشتراطات التي وضعتها الحركة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. سأدلف للحديث عن الضروريات التي تقتضيها المرحلة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. بالتأكيد تشكيل حكومة ضرورة قصوى لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. من المعلوم أن حكومة بورسودان درجت مؤخرا على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضعت معايير لذلك، وهذه المعايير بالتأكيد هي معايير غير إنسانية ولا أخلاقية في بعض الأحيان. وكثير من الخدمات التي نراها الآن تقدم في بورسودان بصورة غير أخلاقية، مثل استخراج الأوراق الثبوتية. كثير من المواطنين يعانون من مسألة استخراج الأوراق الثبوتية، ناهيك عن الأوراق الثبوتية حتى في تقديم الخدمات الإنسانية. هنالك أيضا تمييز واضح اتبعته السلطات في بورسودان في تقديم المساعدات الإنسانية، وكثير من الخدمات التي يعاني منها المواطنين الذين ينتمون إلى بقعة جغرافية معينة. من المعايير التي استخدمتها حكومة بورسودان هو المعيار القبلي والمعيار المناطقي وكثير من المعايير المخلة. أيضا تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ضرورة ملحة لإعمار مؤسسات التعليم العالي والعام. يعني من المعروف أن كثير من مؤسسات التعليم تدمرت بسبب هذه الحرب، وشهدنا طيران الجيش يخصف هذه المؤسسات التعليمية، مؤسسات التعليم العالي والعام. لذلك من الضروري بمكان أن تكون هنالك حكومة تؤهل هذه المؤسسات وتتبنى عملية تعليمية واضحة، وتعيد إعمار هذه المؤسسات وتقدم مصلحة التعليم، يعني تحدث إصلاحات واضحة في أنظمة التعليم. كذلك تشكيل حكومة ضرورة ملحة من وجهة نظر الحركة لإصلاح الملف العلاقات الدبلوماسية. ومن المعروف أن السلطات أيضا في بورسودان درجت على تخريب علاقة السودان مع دول الجوار. هنالك عمليات سحب للبعثات الدبلوماسية بصورة مخلة، كذلك شتم لبعض الدول الشقيقة التي تربطها علاقات أزلية متشعبة في كافة المجالات مع السودان. لذلك وجود هذه الحكومة بالتأكيد سيعيد السودان إلى حضن المجتمع الدولي من جديد. لذلك ملف العلاقات الخارجية يجب أن يكون من أولويات الحكومة المرتقبة. كذلك وجود الحكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ضرورة ملحة لتحسين الأوضاع الصحية بالبلاد. معروف أنه الحقل الصحي تدمر كثيرا بسبب قصف الطيران وبسبب عمليات التهجير. يعني سلطات حكومة بورسودان مسلوبة الشرعية درجت على منع وصول حتى الأدوية المنقذة للحياة، وعملت على احتكار هذه الأدوية في بورسودان. لذلك من الضروري كانت تكون هنالك إصلاحات في هذا الحقل الصحي وتقديم خدمات إنسانية في مجال العمل الصحي، تأهيل المستشفيات التي دمرها طيران الجيش خلال الفترة السابقة. كذلك تشكيل حكومة ضرورة ملحة في الفترة القادمة لاسترداد أموال البلاد المنهوبة. من المعروف أن الكثير من المجموعات والقوى السياسية التي كانت تتربع العرش والسلطة آنذاك عملت على سلب ونهب أموال البلاد في الخارج. لذلك من الضروري أن كانت تكون هنالك عدالة انتقالية في الحكومة القادمة تعمل على استرداد هذه الأموال المنهوبة. الفقرة القادمة ستكون للسيد رئيس الحركة الفريق محمد علي قرشي للحديث عن الاشتراطات التي وضعتها الحركة لتشكيل الحكومة المرتقبة. فليتفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة في الإعلام، الحضور جميعا، الأخوة في قادة الحركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عام سعيد
عام جديد تسكت فيه كل أنواع كل أصوات الرصاص إن شاء الله يعم فيه السلام. مجموعة بورسودان أسست لحكومة كجهاز للسلطة يحتكر السلطة دون دولة ومؤسسات راسخة لأي عمل ديمقراطي. وبالتالي نحن نفتكر دي حكومة بتاعت كيزان حكومة داعمة لاستمرار الحرب، لأنه الحرب هم عبر هذا الحرب ما عندهم رقيب، ما عندهم حسيب، ما في جهة بتراقبهم. هم بنوا بهم امبراطوريات عسكرية وسياسية ضخمة جدا. لذلك هم الآن يعني داعمين لهذه الحرب. فبالتالي نحن بنشيب بالضرورة تكون في حكومة الآن بتمثل كل الشعب السوداني، حكومة بتكون قاعدة في أطراف السودان، حكومة بتاعت مجموعات وإثنيات بعينها، حكومة تمثل كل الشعب السوداني. وبالتالي الآن هم افتكروا الآن يعني فشلوا في أنه الآن يستعيدوا حتى علاقات السودان مع بعض دول الجوار، وخربوا العلاقات بتاعت السودان، واتخذوا السياسة بتاعت الخشنة في الدبلوماسية يمكن نسميها حكومة بورسودان. خرب علاقاتنا مع الدول الشقيقة ومع دول الجوار. محتاجين لحكومة تعيد هذه العلاقة مع الشقاء والأصدقاء في دول الإقليم ودول الجوار. نحن من حيث المبدأ الضرورة تقتضي أن تكون هناك حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع لتقوم بواجباتها تجاه المواطنين بصفتنا ككيان عسكري وسياسي عريض ومتشعب ومتجذر فاعل في المشهد. لدينا بعض الشروط الجوهرية نرى من الضرورة بمكان أن تتوفر في الحكومة المقبلة أو المرتقبة. ضمن هذه الشروط أن تكون لن تكون حكومة فنادق تفتح أبواب للمتسلقين والانتهازيين، وإنما تكون حكومة تتشكل من أصحاب الوجع الذين اكتووا بنار الحرب. أيضا أن تراعي التنوع الاجتماعي والثقافي وكل المعايير المتعارف عليها. السودان ده دولة فيها تنوع كبير، سواء كان في المجال الثقافي ولا المجال الاجتماعي. برضو هذه الحكومة عليها أن تراعي هذا التنوع، وده اللي بيكسبها شرعية، وده بخليها يمكن تكون لديها استقرار وقبول سياسي في المرحلة المقبلة. أن تراعي مصالح مواطنيها وتهتم بالحفاظ على الاستقلال السياسي. نحن شفنا كثير الآن من الحكومات اللي بتكون عندها محاور إقليمية ودولية فشلت في تحقيق القضايا الوطنية. يجب أنها تكون برضو مستقلة سياسية. الهم بتاعها تقديم الخدمات للشعب السوداني، وتقديم الخدمات بصورة متكاملة لكل الشعب بلا تمييز، بلا جهة، بلا جهوية، بلا قبلية. استقلالية الحكومة من التبعيات والتدخلات الخارجية. أن تكون قادرة على تعزيز الأمان والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي من خلال بناء التحالفات وتعزيز التعاون الأمني الذي يمكنها من تحقيق الاستقرار ومجابهة التحديات. كذلك توسيع الفرص التجارية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص للعمل. يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي، وأن كثيرا من القوى السياسية والمدنية خرجت عن حكومة عبد الله حمدوك. لو ملاحظين قبل ده بعد الثورة حكومة عبد الله حمدوك دي كان حولها في اتفاق منقطع النظير، لكن الحكومة دي كانت فشلت. ليه؟ لأنها اتخذت نظام الإقصاء وجاوب الإغراق وما أدراك ما الإغراق، وبالتالي الحكومة دي فشلت. قسمت الآن لتقدم في فترة دي كان حرية التغيير المركزي والكتل الديمقراطية ما عارف إيه، الآن في قمم في تقدم غيره، لأنه ما قدر يستوعب التنوع السياسي في المرحلة دي. فعندنا تجربة من المسألة دي. كذلك نرفض أي مساعي لإشراك الحكومة المرتقبة بوجهات غير معروفة. يعني ما يزور كده يجي نحن ما عارفين زور ذاته جاء كان شنو مساهمته في الثورة هو كيف عندك يقول لك والله دي واجهات، يجي هو يكون جزء من هنا على
وبالتالي يتركوا الناس اللي اصلا كان قدموا تضحيات كبيره بواجهات مزيفه وغير معروفه وغير معرفه. احنا عايزينها برضه حكومه الان كل شرائح المجتمع تكون ممثله، كل شرائح المجتمع تكون الان راضيه، عندها تمثيل بيمكنها بانها تكون الواجهه لمجتمعاتهم في المناطق اللي هم اصلا بينطلقوا منها. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.